هل سمعت يوما أن سورة البقرة قادرة على تغيير حياتك بالكامل؟ قد يبدو الأمر غريبا للبعض، وقد يظنه آخرون مجرد كلام يقال للتشجيع، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير. سورة البقرة ليست مجرد سورة طويلة تتلى في الصلاة أو تسمع في الخلفية، بل هي كنز من كنوز القرآن، تحتوي على شفاء للقلوب وحماية من الشرور ومفتاح للرزق والبركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي أن السحرة لا يستطيعون مقاومتها أو مواجهتها. وهذا الحديث وحده يكشف لنا عن سر عظيم، أن في هذه السورة قوة لا ترى، طاقة ربانية تنقي البيت والنفس وتبطل السحر والحسد، وتفتح أبواب الرزق والسكينة. كم من شخص كان يعيش في ضيق وهم، تتوالى عليه المصائب وتغلق في وجهه الأبواب، حتى قرر أن يواظب على تلاوة سورة البقرة يوميا، فإذا بالحال ينقلب، والضيق يتحول إلى سعة، والهم إلى طمأنينة، والحزن إلى فرح لا يوصف. تخيل أن كل هذا التغيير يأتي من مجرد الالتزام بسورة واحدة، سورة فيها أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، التي لا يقرأها عبد مؤمن في بيته إلا وحفظ من الشياطين. وفيها آخر آيتين اللتان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيه من كل شر وسوء. ابقى معي للنهاية لأكشف لك أسرار هذه السورة العظيمة، ولماذا أوصى بها العلماء والمصلحون، وكيف يمكنك أن تبدأ رحلتك معها لتشهد بنفسك الفرق. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تضغط زر الإعجاب وتشترك في القناة لتصلك الفيديوهات القادمة، واكتب في التعليقات: أستغفر الله العظيم، ليكتب لك أجر الذكر ويفتح لك باب الرحمة. أولا، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. تخيل أن النبي الذي لا ينطق عن الهوى يشهد لسورة واحدة بأنها مصدر للبركة وحصن من السحر وسبب للندم إن تركتها. أخذها بركة. هل فكرت يوما ما معنى البركة؟ البركة ليست فقط في المال، بل في كل شيء. في وقتك، فتنجز أكثر بأقل جهد. في صحتك، فتشفى من أمراض لا دواء لها. في علاقاتك، فترى حبا وسكينة ورضا. في رزقك، فيفتح الله لك أبوابا لا تعلمها. وتركها حسرة. كم من إنسان يشعر أن حياته ضائعة، لا يشعر بالراحة ولا يرى الخير في رزقه، ويبحث عن السعادة في كل مكان ولا يجدها. ربما السبب هو أنه ترك سورة البقرة، تلك السورة التي لو داوم عليها لانقلبت حياته إلى طمأنينة وسعة ورضا. ولا تستطيعها البطلة. كلمة عجيبة. البطلة هم السحرة وأعوانهم من الجن والشياطين. رسول الله يخبرنا أن هذه السورة تحرق مخططاتهم وتدمر سحرهم وتطهر البيت من شرهم. بيت يقرأ فيه البقرة لا تقدر عليه الشياطين، ولا يقربه الحسد، ولا تلمسه الكوابيس، ولا يثبت فيه السحر. تخيل، سورة واحدة تحفظ بها نفسك وأهلك وبيتك ومالك، وتضيء بها طريقك في الدنيا والآخرة. فلماذا نضيع هذه الفرصة؟ ثانيا، ماذا تحتوي سورة البقرة؟ سورة البقرة ليست فقط أطول سور القرآن، بل هي من أعظمها أثرا وأغناها بالمعاني التي تمس حياة الإنسان في كل جانب. تبدأ السورة بتعريفك بمن هم المتقون، ثم تتدرج بك في رحلة من الإيمان والتربية الروحية والقوانين الأخلاقية والاجتماعية، بل وحتى الاقتصادية. دعنا نبدأ بأبرز ما تحتويه. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هي أعظم آية في القرآن الكريم، ومن قرأها بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ومن قرأها صباحا ومساء حفظ من الشيطان، بل وتبنى حوله حصون من نور. خواتيم السورة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قال النبي: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر ومن كل سوء. تخيل أن تنام وأنت في حماية الله فقط لأنك قرأت آيتين، آيات الرزق والبركة، من أعظمها: وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. تطمئنك هذه الآية أن كل نفقة، كل صدقة، كل عطاء لن يضيع، بل سيرده الله لك أضعافا مضاعفة، وفي أوقات تحتاج فيها للرزق والفرج. مواضيع السورة الجوهرية. السورة تتناول عدة محاور تغير حياة الإنسان. 1. الإيمان الحقيقي، تفرق بين من يؤمن بصدق ومن يدعي. 1. قوة الدعاء: وإذا سألك عبادي عني، تفتح لك بابا لا يغلق مع ربك. 2. الصبر في الشدائد، وبشر الصابرين، تعلمك كيف تصمد أمام المصاعب.
الرابع، الإخلاص في العبادة وتنهى عن الرياء وتدفعك لأن تكون صادقا مع نفسك. الخامس، الابتعاد عن السحر والحسد، فهي تحذر من أعمال السحرة والمفسدين وتحصنك من تأثيرهم. والأهم من كل هذا أن من يداوم على قراءة سورة البقرة تبدأ حياته تتغير تدريجيا، تنجلي عنه الغموم والهموم، يشعر براحة نفسية لا يعرف مصدرها، تبدأ المشاكل تتفكك دون أن يفهم كيف. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يهرب منه الشيطان وتنزل فيه البركة. إنها سورة تطهر قلبك وتبارك في وقتك وتحفظ أبناءك وتفتح لك أبواب الخير من حيث لا تحتسب، فهل ستجعلها جزءا من روتينك اليومي؟ ثالثا، تجارب من الواقع. كم من شخص قال: كنت أعيش في خوف مستمر، كوابيس تطاردني كل ليلة، لا أستطيع النوم بسلام، حتى نصحني أحدهم بقراءة سورة البقرة يوميا، فبدأت أقرأ صفحة واحدة ثم صفحتين حتى ختمتها خلال أيام، واليوم أنام قرير العين، لم أر كابوسا منذ أسابيع. وهذه ليست حالة واحدة. امرأة تقول: بحثت عن وظيفة لأشهر، طرقت أبوابا كثيرة بلا جدوى، ثم قرأت أن المواظبة على سورة البقرة لها بركة لا توصف، فقررت أن أقرأها يوميا لمدة 40 يوما، وفي اليوم 37 فقط وصلني اتصال من شركة كنت قد نسيت أني قدمت لها وقبلت. ورجل آخر يروي: مشاكل لا تنتهي بيني وبين زوجتي، صراخ وشجار يوميا حتى أمام الأطفال. قررت أن أدخل نور القرآن إلى البيت، فبدأت بسورة البقرة كل ليلة. ما حدث بعد ذلك كان معجزة، تغيرت النفوس وانفتح باب الحوار وعاد الحب الذي كدنا ننساه. هل هذه مجرد مصادفات؟ أبدا، إنها سنن الله في خلقه. من اقترب من كتابه اقتربت منه البركة والسكينة والفرج. سورة البقرة ليست مجرد كلام يتلى، بل دواء رباني، نور يطرد به الظلام، وكنز من الفرج لمن تمسك به. اقرأها بنية صادقة، بيقين داخلي أن الله لن يردك خائبا، وراقب التغيير بأم عينيك. ولا تنسى، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هل تقول سورة البقرة طويلة جدا، كيف أقرأها يوميا؟ إليك الحل، قسمها على أجزاء، اقرأ صفحتين أو 3 بعد كل صلاة، وستكملها بسهولة خلال اليوم، أو استمع إليها من هاتفك أثناء القيادة أو أثناء الطبخ أو قبل النوم. وابدأ بخطة التحدي 40 يوما مع سورة البقرة. اقرأها يوميا وشاهد كيف تتغير حياتك. وأهم شيء النية، اقرأها تقربا إلى الله، لا فقط لحل مشاكلك، وسترى الفرق بنفسك. سورة البقرة ليست مجرد آيات، إنها بركة، شفاء، حماية ونور. فهل ستبدأ من اليوم؟ شاركنا تجربتك في التعليقات، واضغط إعجاب إذا أحببت الفيديو، واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. ولا تنسى مشاركة الفيديو مع من تحب، قد تكون سببا في تغيير حياتهم.